السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي قاعده كده، لقيت جوزي بيقول لي ايه انت هتعملي اكل ايه؟ قلت له انا مطلعه كفته هعملها. قال لي لا انا مش عايز كفته، انا عايز ايه، اعملي لنا همبرجر. قلت له همبرجر؟ قال لي. قلت له طب هي هعملها بنفس اللحمه بتاعه الكفته، يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي وهعملها ازاي وبالحجم ازاي. انا جبت غطا عندي عادي خالص اهوت، ماشي، وجبت كيس اهو وثلاجه او اي حاجه اهو. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، فعشان كده انا بقول بدخل في الوصفه على طول عشان ما حدش يقول لي انت بتطولي علينا في الفيديو. وهنجيب اللحمه بتاعتنا اهي اهي، بس اعملي ايه حسابك ان هي ممكن هتكش شويه اهي. هبقول لكم الطريقه اللي انا عاملاها بتاعت الكفته، ماشي اهو يا حبايب قلبي، ماشي اهي. شايفين عامله ازاي؟ والله جميله جميله جميله، جربوها. هبقى اقول لكم الطريقه ان شاء الله بتاعتها، الوصفه يعني بتاعت الكفته اللي انا بعملها في البيت، حلوه وسهله وبسيطه وما تفكش منك ان شاء الله. اهي هنعمل كده. اللي ما عندوش اللي هي بتاعت الهمبرجر فدي ايه، اتصرفي اي حاجه عندك موجوده، كله هيبقى شغال، ما تقلقيش يعني. وطبعا انا عندي جايزر فعشان كده راح قال لي بس انت عندك الكايزر وعندك الكابوتشا وعندك الحاجه جاهزه فهتعملي بس الايه اللحمه. قلت له خلاص حاضر. رحت قايمه وقلت لما ايه اعملها اهي يا حبايب قلبي، هتلاقوها سهله وبسيطه واعملوها لاولادكم كده. طبعا العيال بتحب الحاجه السهله البسيطه، ما بتحبش الطبيخ والحاجات ديت، بس طبعا لازم كل فترة لازم تعملي لهم وجبة طبيخ عشان الغذاء بتاعهم. ادينا انا كده عملت 3 اهمت، ماشي يا حبايب قلبي اهو. وادي الرابعة. طبعا انا جبت الكابوتشا اهو قدامكم وقطعته وغسلته وظبطته خالص كده اهي، ماشي يا حبايب قلبي اهي. يلا بقى نروح ايه نعملها نسويها. وادي الكابوتشا اهي قطعتها، وادي الطماطم بتاعتنا، الطماطم بتاعتنا هي قطعتها شرايح اهي يا حبايبي، ماشي. وادي الجبنه بتاعتنا ديت اهي، دي اختياري، عايزاها مش عايزاها براحتك، بس هي عشان عندي فانا هعملها ايه عليها. يلا خليكم معايا قبل ما نسوي الهمبرجر ونوريكم هنعمل ايه. حبايب قلبي انا جبت طاسه وحطيت فيها حبه زيت صغيرين كده، براحتك، ده الزيت ده اختياري بس انا ما بحبش اعمل فيه زيت كتير، ماشي حبايب قلبي اهوت كده سخن معانا. وهنزل بالهمبرجايه اهي، اول واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الثانيه ادي الثالثه، ماشي. هنسيبها كده ثواني وهنقلبها على الناحيه الثانيه. اول ما نحس ان الايه اتغيرت معانا اللون بتاعها هن ايه ماشي يا حبايب قلبي. كده بقى يا حبايب قلبي اول حاجه هنحطها بعد ما سويت البرجر بتاعنا، اول حاجه هننزل بمايونيز وكاتشب، ماشي. هنملى كده الايه الساندوتش بتاعنا اهو اهو يا حبايبي، ماشي اهو. وهنزل بحته طماطمايه اهيت وحته كابوتشا، وهننزل بالهمبرجر بتاعي اهو، شايفين يا حبايب قلبي. وهنزل بطماطميه تاني كده اهو، وهنزل عليها بالكاتشب والمايونيز تاني كده اهو، ماشي. وهن ايه وهنقفل الساندوتش بتاعنا الجميل اهو. ادي الشكل بتاعنا يا حبايب قلبي النهائي، شايفين الشكل يفتح النفس وجميل ازاي. هنعمل واحد تاني اوريهولكم يا حبايبي اهو،
انا نسيت احط الجبنه. هحطها دلوقتي. الجبنه اهي هنحطها كده على الهمبرجر. ماشي اهي يا حبايب قلبي اهي. مش عارفه هي الصوره واضحه ولا لا اهي. وهنقفل كده. هنجيب السندوتش التاني وهنزل عليه برضو الكاتشب والمايونيز. يا رب بس تكون الصوره واضحه قدامكم اهو. بالله عليكم ما تنسوا تدعموني وما تنسوا تدعولي واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. ماشي. وهنزل بالطماطميه برضو الجميله بتاعتنا، وهنزل بالكابوتشا. كل ده اختياري، كل اللي انا بقول لكم عليه ده اختياري. ماشي. وهنزل بالهمبرجر بتاعنا، وهنزل عليه بالكاتشب والمايونيز برضو، وهنزل عليه بحته الجبنه بتاعتنا اهي يا حبايب قلبي اهي كده اهو. وهنقفل اهو. ادي السندوتش التاني يا حبايب قلبي. هخلص بقى واوريهولكم كله لما اخلص يا حبايبي. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي. وادي السندوتشات بتاعتنا الجميله اللي انا قلتها لكم. شايفين شكلها يفتح النفس فظيعه جدا جدا. وادي الشيبسي بتاعنا الجميل الحلو. وادي بقى ايه كان في كام كابوتشايه فاضله حطيت جنبهم حبه زيتون يا حبايب قلبي. يا رب بس تكون الطريقه عجبتكم وتكون سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني وما تنسوا تدعولي واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في الله.